لآخر كلمة لنا اليوم، وقبل أن ننهي بها الأستاذ حسن تفضل، حابب بس أنوه إن بعد هذه الكلمة 5 أسئلة فقط من السادة الصحفيين، ونطلع لبريك بره في الجاردن الباب ده. مدة البريك 15 دقيقة، إن احنا عارفين وقت سيادة المحافظ. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل يا فندم على راسنا. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. حسن مختار من جريدة الفجر. أنا برحب بكم جميعا على أرض محافظة البحر الأحمر، ويعني وجودكم بيشرفنا، نجوم الفن ونجوم الرياضة ونجوم السياسة، ده شرف عظيم لمحافظة البحر الأحمر. وأود أن أنبه أن محافظة البحر الأحمر تنعم بالأمن والأمان، أكثر محافظة على مستوى الجمهورية تنعم بالأمن والأمان. لذلك السائح حينما يجي إلى محافظة البحر الأحمر فإنه يشعر بأنه يكون وسط أهله، يجد الضيافة ويجد الأمن ويجد الكرم من أبناء محافظة البحر الأحمر الذين هم نسيج من أبناء مصر. فكل العاملين في محافظة البحر الأحمر في مجال السياحة وفي المجالات الأخرى بيمثلوا جميع أبناء مصر من جميع محافظات مصر، يعملون هنا في محافظة البحر الأحمر. أود أن أشكر السيد اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر لمجهوداته وإنجازاته وحبه وإخلاصه الشديد لهذه البلد، وأنه يتمنى كل يوم أن يجد فرصة أكبر لتقديم ما يهم السائح. وأشكر السيد اللواء مصطفى الدير مدير أمن البحر الأحمر، والسيد العميد جريد مصطفى، والسيد مفتش الأمن العام بما يقدمونه. وأحيي شهداء الشرطة الكرام الذين قدموا الكثير والكثير منذ ابتداء الثورة. وأذكركم أن عيد الشرطة يوافق أيضا يوم 25 يناير، فتحية لشهداء الشرطة وتحية لهؤلاء الأبطال الذين تنعم بهم السياحة في محافظة البحر الأحمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أعطي الكلمة للدكتور خالد أضيف على ما قاله الزميل حسن شكرا. لو بصينا على جمهورية مصر العربية، الغردقة أأمن بلد. الغردقة لو حسينا بالأمن هنقول هنا في الغردقة أكثر بالنسبة لمدن تانية. فشكرا مصطفى بيه دير، شكرا لمدير المباحث جرير بيه، شكرا لكم